السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا بقى النهارده نعمل شويه رز ولبن، انما ايه بقى، مفيش احلى من كده. هيطلع معاك الوش المكرمش زي بتاع المحلات بالظبط، وبمكونات سهله وبسيطه، ومش متعب ولا مكلف خالص. هنا انا جبت كوبايه رز، ما غسلتهاش، انا نقعتها بس ايه يعني لمده ساعه، وبعدين نزلت بيها في الحله كده، وحطيت لها شويه ميه زي ما انتوا شايفين وذره ملح، وهسيبه بقى لحد ما يستوي معايا بالمنظر اللي انتوا شايفينه كده. اول ما اتاكد ان هو خلاص استوى خالص، هنزل عليه بكوبايه سكر، وهقلب السكر كويس قوي. بجد يا جماعه، طريقه الرز واللبن دي تحفه 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 تحفه. هنا بعد ما قلبت الرز، نزلت عليه بريتل لبن. تمام. وهنزل عليه بمكعب قشطة زي ما انتوا شايفين، طبعا القشطة بتديله دسامة وغناوة بتعزز طعمه قوي، بتخليه طعمه جميل قوي. بس بقى المهم، هنا جبت ربع كوباية لبن، حطيت فيها معلقتين نشا وقلبتهم كويس قوي، ونزلت بيهم على الرز واللبن، وهستنى بقى لحد ايه ما يبتدي يغلي. اول ما هيبتدي يغلي، هحط عليه الفانيليا واطفي. تمام. بصوا، يعني كان حاجه تحفه قوي، تحفه قوي 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 قوي، كمان كان طعمه خطير خطير يعني، والله العظيم. بصوا يعني ما قعدش. هنا خلاص، اول ما بدأ يغلي بالمنظر ده، نزلت عليه بالفانيليا، وهطفي بقى، هقلب تقليبه واطفي. يبقى كده خلاص هو جهز معانا. هبتدي بقى ان انا ايه اغرفه في الاطباق. هنا بقى هبتدي ان انا احطه في الاطباق كده زي ما انتوا شايفين. بس طبعا ايه، مفيش طريقة اسهل من كده ولا احلى من كده. وكمان طعمه كان طعمه خطير خطير خطير، والله العظيم انصحكم تجربوه يعني. المهم، لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت واشتراك لقناتي مطبخ نولي، عشان يوصل لكم كل جديد. شايفين الرز واللبن عامل ازاي؟ بجد بجد خطير. ده كمان بصوا بصوا وشه يعني، هو بصوا عامل ازاي. ده انا كمان ما حطيتوش في التلاجة، ده انا يا دوبك بس سبته يبرد على الرخامة شوية، وبعدين ادخله التلاجة. ان انا بوريهولكوا قبل ما ادخله التلاجة. بصوا عامل ازاي. يعني بصوا، يعني حاجة كده يعني زي عسل عسل، والله العظيم. لو عجبكم ما تنسوش تجربوا الطريقة. ولو يعني عايزة بقى كومنتات حلوة كده. يلا سلام.